بالبداية منشوف صحفي اسمه مورغان بماليزيا، وبيقول إنه ماليزيا هي موطن لأكبر عدد من سكان التأمل خارج تأمل نادو. على الرغم من التأثير التأميلي الهائل، تختلف الطريقة يلي بتواصل فيها الماليزيون وتعامل معتقداتهم وثقافاتهم وتقاليدهم وبنواحي عديدة، وبلش بتوثيق كل قصصهم الشيقة بالإضافة للقصص الخارقة للطبيعة. وبيوم بيلتقي بشنكر بخصوص موضوع، فبيخبره إنه قبل 6 شهور غورو وأمبو وهو لعبوا لعبة اسمها روح العملة. بعدها منشوفهم عم يلعبوا اللعبة وبيجرح شنكر إصبعه وبيحطها على العملة المعدنية وبيحاول استدعاء الروح، وبتصير العملة تتحرك باتجاه كلمة نعم. وبيسأل شنكر الروح عن اسمها، فبترجع العملة بتتحرك مرة تانية وبتخبره اسمها وبيكون كاندي. وبشك غورو بأنه شنكر هو يلي عم يحرك العملة، بس هو بيقلن إنه ما عمل هذا الشيء، وبيطلب منه إنه يسألها شيء. وبيطلب غورو من شنكر إنه يسأل الروح عن اسم جده الأكبر. ولما بيعمل شنكر هذا الشيء بتخبر الروح باسم آني رود، فبيسأله أمبو إذا كان هذا الشيء صحيح، فبيقول له لا، وبيكشف بأنه ما في روح هون وإنه كان عم يتلعب فيهم. وبيسأل شنكر أمبو إذا كان عنده عملة أقدم بكتير، وبورجيه أقدم عملة من مجموعته، وبيحط شنكر قطرة من دمه عليها. وقبل ما يبلش باللعب بيطلب غورو من شنكر إنه يدعو شبح جميل. بعدها بيحاول شنكر استدعاء الروح مرة تانية، وبيقول أمبو إنه العملة عم تصير أسخن، وبسرعة بتبلش العملة تتحرك. وبيطلب شنكر من غورو يجيب قلم ورقة، وبيطلب منه إنه يركز على العملة ويرسم يلي عم يحاول يقوله. فبيرسمها غورو وبتطلع كلمة باسم بلاني، وبيقول أمبو إنه ممكن يكون بلاني هو اسم الروح. بعدها بيكشف غورو إنه هذا اسم جده الأكبر، وبيسأل شنكر غورو إذا كان بإمكانه الحصول على بعض مسحوق الفلفل الحار أو الدقيق من المطبخ. فبيجيب بن من المطبخ وبيطلب منه شنكر إنه يرش شوي منه على اللوح. بعدها بتخبرهم الروح إنه اسمها مليكة وعمرها 23 عام، وإنها توفت بعام 2010 بسبب الغرق بالنهر، وكانت طالبة بجامعة أوتار ماليزيا. وبيطلب منها غورو إنه تعطيهم إشارة إذا كانت روح حقيقية، لأنه بيعتقد إنه واحد منهم عم يعمل هذا الشيء. فبيطلب منها شنكر إذا كان فيها تخبر أمبو وهو بسر ما بيعرفوه عن غورو. فبتسأل مليكة غورو إذا كان فيها تخبرهم بيلي عملوا بالبنت بهداك البيت. فبيخاف غورو وبيكب القهوة على اللوح، وبيعصب شنكر لما بيشوف هذا الشيء. وبالليل بيصحى شنكر وبصير يسمع بعض الأصوات، ولما بينزل للطابق السفلي بيسمع صوت بنت عم تضحك، وبيلاحظ إنه في بنت عم تبكي وراه قاعدة بالقرب من البيانو، وبتطلب منه إنه يقترب منها. بعدين بتندار وبتقوم وبتسأله إذا كان بده إياها. تاني يوم بيبحث غورو عن مليكة على الإنترنت، وبعد فترة بيقدر يحصل على صورها وبيطبعها. بعدها لما بيرجع شنكر وأمبو على البيت بيورجيهم الصور وبيخبرهم إنه هي مليكة. فبيسأله شنكر منين جاب الصور، وبيقول له إنه تصفح على الإنترنت ليعرف إذا كانت أحداث امبارح صحيحة أو لا. ولقى هي الصور بمدونة قديمة لجامعة ماليزيا نشرها شخص اسمه ديباك بعام 2010. بعدها بيجيب شنكر مخطط أبجدي تأمين، وبيقول إنه هالشي رح يكون مفيد لإلهم. بعدها بيبلشوا بيلعب اللعبة مرة تانية، وبتأكد لهم بإنه هي يلي بالصورة. ولما بيسألها غورو كيف غرقت بالنهر بتشر لهم على الخيانة. فبيسألها أمبو إذا كان عندها أي رغبات وبتقلهم السقر. بعدها بيسألها شنكر إذا كان فيها تعطيهم رقم مكون من 4 أرقام حتى يتمكنوا من الفوز باليانصيب. فبتقول له إيه، بس عشو رح تحصل بالمقابل. فبيقول شنكر إنه فيهم يعطوها أي شيء، وبتطلب منه حيوان له رجلين. فبيوافق شنكر على هذا الشيء، وبيقول لهم غورو إنه من الجيد بإنهم لعبوا هي اللعبة، بس هلأ كتير ابتعدوا، وبيطلب منهم إنهاء هذا الشيء هلأ. بهذا الوقت بتسأل مليكة إذا كان عم يتفاخر لأنه شو كانوا التوبان معه. فبيقول شنكر إنه ما فهمها، بس غورو بيعصب وبيغادر المكان، وبيخاف شنكر لما بيشوفه معصب كتير، وبيخبرها إنه رح يحكوا بعدين. تاني يوم بيخبر غورو شنكر إنه شافوا الليلة الماضية حلم فيه مليكة قدامه بشكل مرعب، وحاولت قتله وخنقه. بعدها بيعطيه خصلة شعر وبيخبره إنه هذا هو شعر مليكة. فبيخاف شنكر وبيخبره غورو إنه هي ما لها روح مليكة، وإنه كان عنده شكوك لما قالت اسم جده. بعدها بيرجعوا على البيت وبيبلشوا باللعب، وبيسأل شنكر مليكة ليش أزعجت صديقه بحلمه، بس غورو بيسأل بغضب مين هي. وبتسأل الروح إذا كان بدهم منها إنه تواجهها وتخبرها. فبيقول غورو إنه هو ماله خايف منها، وبيسألها شنكر شو بدها، فبتقول له حيوان له رجلين. هون بيعصب غورو وبيحط رجله على الطاولة، وبيقول له يقول إنه بده يحكي معه وجها لوجه، بس بيدفعوا شنكر لورا وبتخبره إنه الروح إنه الموت رح يصل عن قريب. تاني يوم الصبح بيلاقوا غورو ميت بالحمام، وبخبر شنكر مورغان إنه الكل اعتقدوا إنه غورو انزلق ومات لأنه كان سكران، وأعلن تقرير الطب الشرعي إنه كان سكران، بس هو وأمبو عرفوا إنه مليكة هي اللي تسببت بوفاة غورو. ولما راح لياخدوا شاف العملة المعدنية هنيك، وبعد هي الحادثة ما عاد بدهم يبقوا بهداك البيت أبداً. بعدها أخذوه لعند أمبو وخبروا إنه بعد وفاة غورو حصل على الرسم البياني، وضل يقول إنه مليكة هي سبب وفاة غورو. بعدها بيسألوا مورغان إذا كان بإمكانه إلقاء نظرة على هي العملة. وبالليل بياخدوا شنكر على البيت وبيسألوا مورغان إذا بيقدر يشوف صورة مليكة، فبورجي صورتها. بعدها بيسألوا مورغان وين مات غورو، وبورجيه المكان، بس بيقول له إنه هو ما رح يروح لهنيك
وبيروح مورغان لهنيك لحاله وبيطلع العملة من البلوعة. بعدها بيطلعوا وبيخبروا إنها بتشبه العملة من بلدة، بس ما قدر يفهم شو يلي مكتوب. بعدها بيصير له مجموعة عملات أمبو، وبيسألوا مورغان إذا كان بيعرف منين اشترى أمبو هي العملات، وبخبروا شانكار إنه لما يشتري شي بيكتب هذا الشي بدفتر الملاحظات. بعدها بيلاقوا إنه في شخص اسمه ديباك باع هي العملة لأمبو. بعدها بيورجي شانكار الصورة وبيخبروا إنه ديباك حمل هي الصورة بعام 2010، وإنه مليكة خبرتهم إنها توفت بعام 2010. وبيقول مورغان إنه إذا لقوا ديباك رح يقدروا يعرفوا مين هي مليكة ويقدروا يحلوا هذا اللغز اللي هو لغز موتها. وتاني يوم بيروحوا على بينانغ، وبيتصل مورغان بأمه وبيخبرها إنه رح يبعث لها صورة، وبيطلب منها إنها تحصل على معلومات عنها من أبوه. ولما بيروحوا على بيت ديباك بينصدموا لما بيشوفوا مليكة هنيك، وبيسألها شانكار عن العملة، فبتسأله كيف حصلوا على هي العملة، وبيخبروهم بالقصة كاملة. فبتخبرهم مليكة إنها ضلت بنزل لما كانت بالسنة الثانية من الكلية، وكانت ساروا رفيقتها بالسكن هنيك، وقاموا بزيارة متحف لين بابوغانغ مرة واحدة، وشافت العديد من الاكتشافات الأثرية هنيك، ولاحظت التأثير الهندي، وأنها كانت مهتمة كتير بعلم الآثار، لهيك انضمت لدورة علم الآثار الزمنية هنيك. وبيوم أخدوهن لحقل أرز لمهمة، ولقت بقعة بموقع التنقيب، ولقت العملة هنيك بس. وبعد أيام قليلة بلشت تحس بوجود شخص بالغرفة عندها، وما بتكون سارو بالغرفة. وبيوم من الأيام سألتها سارو عن العلامات الموجودة على رقبتها، ولما تفحصتها بعدها لقيت بقى على رقبتها وظهرها كمان، بس ما أخذت الأمر على محمل الجد. ومرة لما كانت بالسوق طلب منها رجل عجوز إنه تقابله، وخبر الرجل إنه شايف خلفها كيان أسود وبيعتقد بإنها بخطر كبير، وبيطلب منها مقابلته بالمعبد بكرة، بس هي ما بتاخد حكيه على محمل الجد. وبأحدى الليالي لما كانوا عم يحتفلوا بعيد ميلاد ساروا شافت شي غريب لما كانت ساروا مشغولة بالتقاط الصور. بعدها راحت على الحمام وشافت ظل أسود وراها بالكاميرا تبع موبايلها. بهديك الليلة لما كانت نايمة بلش إصبعها ينزف، وصحيت وصارت تسمع صوت وخافت كتير لما شافت كيان عم يمتص دمها. وحاولت تصحي ساروا وتخبرها إنه في شخص بالغرفة، بس ما لقيت أي حدا هنيك وصارت تحاول تهديها. بهذا الوقت بيندق الباب وبتسمع ساروا عم تطلب منها إنه تفتح الباب، وبتعرف إنه يلي معها ما له ساروا وإنما هي الكيان الشرير. بعدها بتروح على المعبد لتقابل الرجل العجوز وتخبره إنه في مشكلة بغرفتها، وتخبره إنه المشكلة معه، وبيسألها إذا راحت مؤخراً على مقبرة أو بيت قديم أو أخذت شي ماله إلها، وبيخبرها إنه في روح مضطربة عم تتبعها وهي موجودة حولها، وبتخبره إنها زارت حقل الأرز لمهمة ولقيت في عملة معدنية قديمة وأخذتها. فبيخبرها إنه هي العملة يلي أخذتها بتعتبر كنز للروح، ومن الأفضل لها إنه ترجع العملة من المكان يلي أخذتها فيه وتعتذر لأنها أخذتها. بعدها بيصير يعمل طقوس بوشها وبيعطيها رماد مقدس وبيطلب منها تحتفظ فيه دائما. ولما بترجع لغرفتها بتخاف لما بتشوف هذا الكيان عم ينتظرها بالغرفة وبلش يتحرك باتجاهها، ومن خوفها بيوقع هذا الرماد المقدس من إيدها. بس الغريب إنه هذا الكيان بيلتقط الرماد وبيحطه على جبهته. بعدها بتحاول مليكة إنه تحمي حالها، بس هذا الكيان ما بيتأثر. بعدها بيختفي من هنيك، وبعد هالشي بتطلب من ديباك إنه يرجع العملة للحقل، وبعدها بترجع على مسقط رأسها. فبيسألها مورغان إذا تعرضت لأي شي بعد ما رجعت العملة، فبتقول له لا. وبهذا الوقت بيسألها شانكار عن معنى أبو الصبان، فبتقول له اسم آخر للورد مورغان، وأب صوبان هو اللورد شيفا. وبتقول لهم إنه لقت العملة من حقل الأرز يلي كان مستنقع، وقتلت جورو لأنه حاول عرقلة سعيها. بعدها بتاخدهم مليكة للمكان يلي أخذت منه العملة وبتعتذر على خطأها، بس مورغان بيجي وبياخد العملة وبصير يحفر بالمكان، وبينصدموا كلهم لما بيشوفوا هذا الشيء. بعدها بياخد ديباك مليكة من هنيك، وبعد فترة بيلاقوا هيكل عظمي هنيك ومرساه بتشبه الرمز الموجود على العملة المعدنية. بهذا الوقت بيلاحظ مورغان إنه أمبو رح يهاجمه وبينقذ حاله. بعدها قال إنه موت جورو ما كان بسبب شبح، وبيطلب من أمبو إنه يخبره بالحقيقة، وبيكشف له إنه باليوم الثاني لما كانوا برا عم يدوروا عن جورو لعب اللعبة مرة تانية لحتى يتمكن من التحدث مع مليكة على انفراد. طلب منها إنه تعالج له ساقه، وطلب له حيوان له رجلين وكان بيعتقد إنه بيقدر يوفر له بطة أو دجاجة، بس مليكة طلبت جسم بشري. بهديك الليلة بعد ما غابوا هن الاثنين راح لحتى يدور على العملة المعدنية. بعدها خلته مليكة يوقف على رجليه لمدة دقيقة، وقالت له إنه إذا بده يستعيد ساقيه بشكل كامل لازم يصل لقاع النهر الميت والعثور على المرساة المخفية وإحضار الجثة البشرية لهنيك. بعدها طلبت منه التضحية بأصدقائه. بهذا الوقت اجى جورو لهنيك ولقاه عم يلعب اللعبة، وأخذ العملة المعدنية للحمام ورماها لحتى يتخلص منها، بس أمبو دفعه لحتى يوقفه ومات جورو خلال هذا الشيء. بعدها بيخبره إنه يفك الرابطة وتحررها، وبالفعل بيعمل شانكار الشيء بنفسه وبيحرر الهيكل العظمي من خلال كسر السلسلة. بعدين بيخرج مع أمبو من الحفرة وبيسحب مورغان كمان، وبهذا الوقت بينهض الكيان وبيطلع من الحفرة وبيبلش يبحث عن شي هنيك. بعدها بيجي لعندهم وبيسألهم وين الجثة اللي طلبها، وبيشاوروا على مورغان. وبعدها بيمسك مورغان وبيقول له إنه الرجل الموجود بالقمامة هو كنز للآخر،
وبيسأله مورغان عن هويته، فبيقول له إنه معروف باسم بوشاندي، ومنعرف بعدها إنه عوقب لأنه استهزأ بملك مادوراي وعبادة اللورد شيفا، وتم إلقائه بالبحر مع مرساة مربوطة بجسده. وبيقول له إنه انتظر هي الفرصة لآلاف السنين، وهلأ صار الوقت للانتقام. وبعدها بيجلس وبيسلموا العملة، وبعد هالشي بينقل حاله لجسده، وبعد فترة بيستيقظ بجسده وبيمشي من هنيك. ومنشوف إنه شانكار وأمبو انصابوا بالجنون. بعدها منشوف مورغان على متن طائرة متجهة لمادوراي، وبيكون حامل العملة بإيده، وبيخلص الفيلم. ولهون بتخلص قصة الفيلم. وإذا عجبكن لا تنسوني من اللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.